صلوا على النبي حبايب قلبي. استغفروا ربنا وادعوا كتير لبعض وادعوا لي معاكم دعوه حلوه بظهر الغيب. وتعالوا يلا بقى كده اقول لكم عملنا ايه الطاسه الجميله اللي انتوا شايفينها قدامكم، طاسه الكبده دي ازاي ما شاء الله اللهم بارك. طالعه الطعم حكايه. طبعا ده يعني لو عندكم كبد وقوانص ومثلا عندك اطفال مش بيحبوا ياكلوها، عايزه تعملها لهم بطريقه تعجبهم وتكون طعمها حلو، هتجيبي طاسه كده وتحطي فيها معلقتين زيت وتنزلي فيها ببصل مفروم. الخطوه دي اختياري، ممكن تبدأي بالقوانص والكبد الاول او ممكن تبدأي بالبصل الاول. المهم انا جبت بصل مفروم، حطيت على الزيت يدوبك خد تشويحه وركنته في جنب. بعد كده نزلت القوانص الاول تاخد تشويحه كده حوالي 5 دقايق وبعدين ركنتها في جنب. هاجي بعد كده الكبده بتاعتي انزل بيها اشوحها برضو تشويحه كده في الجنب الفاضي، وبعد كده اقلبهم كلهم في بعض. طبعا اكون جايب الكبد والقوانص بتاعتي غسلاها كويس جدا ومنقوعه وحلوه ونظيفه وطالعه كده بفتة ما شاء الله اللهم بارك. او مثلا لو عندك الكبد بتحطيها في الفريزر وتطلعها مره واحده تعمليها. تشوحناها بقى كلها على بعضها مع بعض، البصل بالكبد بالقوانص. بعد كده هنزل بفلفل الوان وشطه كده لو حابين، مش حابين خلاص يبقى فلفل الوان. انا حاطه فلفل اخضر فلفل احمر فلفل اصفر، قلبتهم كلهم مع بعض. وبعد كده يا حبايب قلبي هنزل بعد كده بمعلقه من الدقه بتاعتي اللي انا بعملها لكل حاجه للسلطه والباذنجان والحاجات دي. هاخد منها معلقه كده صغيره انزلها على الكبده بتاعتي. دي عباره عن توم وكمون وليمون وخل وبهارات، يعني باخد منها جزء كده. وبعد كده هنزل بالبهارات بتاعتي، ملح وفلفل وحبهان مطحون ورشة قرفة ورشة سكر. قبل ما الكبدة بتاعتي خلاص تستوي هنزل بخضرة متقطعة حوالي عودين 3 كده من الكزبرة او البقدونس ومعاهم عودين شبت، افرمهم ناعم وانزلهم على الوش واسيبهم لحد ما الكبدة بتاعتي تستوي. اقلبهم كلهم تقليبة حلوة ببعض وكده تطلع معايا احلى طاسة كبد وقوانص او احلى اوردر طالع كبد وقوانص خطير ما شاء الله اللهم بارك. حاجة كده يعني لذيذة جدا جدا. طالع معاها سلطة خضراء او ممكن تعملي جنبها طحينة براحتكم زي ما انتوا عاوزين او زي ما بنطلب يا حبايبي. ممكن تعمليها في البيت وتحطيها في سندوتشات، ممكن تاكلوها بعيش وطحينه براحتكم زي ما انتوا عاوزين. انا قلت لكم الفكره، لو عندك حد ما بيحبهاش اعملها بالطريقه دي وان شاء الله تعجبكم. اشوفكم فيديو جديد في رعايه الله، مع السلامه. ما تبخلوش بقى عليا باللايك والشير واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الوصفات والفيديوهات بتاعتي. يلا اضغطوا لايك وشير. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في رعايه الله، مع الف سلامه.